السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة فاتيرحو. اليوم إن شاء الله بيضة وحدة نشارك معكم واحد الكيك طبقات اللي كيجي رائع بزاف. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. في المقادير عندي بيضة يكون الحجم ديالها كبير، 6 المعالق كبار ديال الحليب، 6 المعالق كبار ديال الزيت، 6 المعالق كبار ديال السكر خاشن، و5 المعالق كبار ديال الدقيق. ودائما الدقيق كيبقى على حسب الخليط. عندي ملعقه الخل، عندي ملعقه كبيره ديال الكاكاو يكون نوعيه مزيانه، وعندي واحد الساشي ديال خميره الحلويات فيها 8 غرام. غادي ناخذ اخواتي واحد الاناء، غادي نضيف فيه قرصه الملحه، غادي نضيف واحد البيضه يكون الحجم ديالها كبير، وغادي نضيف 6 المعالق كبار ديال السكر خاشن. وهنايا السكر البنات الا كانوا يعني الحبيبات ديال السكر كيكونوا غلاط ولا بد كدوزوهم في الغربال وكتاخذوا غير ديك السنيده اللي كتكون رقيقه، ومن بعد راه كتعبروا بها 6 المعالق. هنا غادي نطرب الطراب الكهربائي حتى كينسجم السكر مع ديك البيضه هذيك وكيرجع اللون شويه فاتح. غادي نضيف الزيت شويه بشويه ودائما مستمره في الطراب. غادي نضيف الحليب يكون بدرجه حراره المطبخ. كما كتشوفوا البنات يعني مقادير اللي بساط وساهلين. عندنا 6 المعالق كبار ديال السكر خاشن، 6 المعالق ديال الحليب، 6 المعالق ديال الزيت، عندنا بيضه واحده، والدقيق كما قلت لكم راه عندي 5 المعالق كبار هما اللي عبرت، ولكن الدقيق دائما كنضيفه شويه بشويه وحنا كنخلطوا حتى كنحصلوا على القوام المطلوب. دابا غادي نضيف واحد الملعقه تكون عامره مزيان. انا البنات في الاول راني ما عمرتش المعلقه بزاف، ضروري تعمروها مزيان من الكاكاو يكون نوعيه مزيانه، راه حتى الكاكاو كيلعب دور كبير في النوعيه ديالو في لي كيك. ملي كيكون نوعيه مزيانه ديال الكاكاو راه كيعطي نتيجه اللي كتكون زوينه. كنضيف واحد القليل يعني من الدقيق وغادي نخلط في هذه المرحله هذه، نخلط غير بالفوي. وكما قلت لكم الدقيق راه ما غاديش نديروه دفعه واحده، ولا بد انا نديروه شويه بشويه وحنا كنخلطوا حتى كنتحصلوا على القوام المطلوب. انا كما شفتوا ضفت واحد الكميه قليله في الاول مع داك الكاكاو، خلط بالفوي. ودابا عاوده ضفت كميه. غادي ندير واحد الساشي ديال خميره الحلويات فيها 8 غرام، دائما كنفضل نغربلها. وغادي ندير واحد المعلقه تكون متوسطه عامره ديال الخل. كما كتعرفوا الخل كيكون من المحسنات في الكيك. غادي نخلط بالفوي مزيان وانا كنشوف القوام ديال الكيك. صدقونا البنات هاد الكيك هذا راه كيجي زوين بزاف. كنت شاركت معكم واحد الكيك يعني تقريبا بحاله في الاوائل ديال القناه، وكان عجب بزاف ديال البنات كانوا جربوه وعجبهم صراحه. كيجي زوين بزاف بواحد الكريمه اللي كتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وانا متاكده ان شاء الله راه غادي يعجبكم بزاف. وهنا البنات من بعد ما تحصلت على القوام المطلوب غادي ناخذ الخلاط الكهربائي يعني الطرب الكهربائي. غادي نطرب هذا الخليط هذا يعني شويه صافي، يعني ما تبالغوش في الطرب، غير باش ينسجموا مزيان دوك المكونات. ومن بعد راه غادي نفرغ الخليط في واحد المول اللي يكون كيتحل بالجوانب، ونكونوا دهناه من قبل بالزبده ورشيناه بالدقيق. كما شفتوا البنات يعني خلطه اللي خفيفه، ما بالغتش في الخلط. وهانتوما اخواتي كتشوفوا القوام ديال الكيك. هنايا فرغت الخليط في القالب اللي غادي يدخل الفرن، ولا كان عندكم المول يعني خفيف راه غادي تضيفوه، غادي ديروه في الوسط ديال شيلاطه اخرى اولا في الوسط ديال ديك المقله الثقيله ديال الوجده. ومن بعد غادي تدخلوه الفرن على النار اللي تكون مهيله، وما تفتحوش عليه الفران حتى كتشموا الريحه ديال الكيك اولا كدوز 20 دقيقه عاد كتفتحوا الفرن على الكيك. وكل واحد راه كيعرف الطياب ديال الفران ديالو. هنا ندوزو باش نصايبوا الكريمه اللي كتجي زوينه بزاف. هاد الكريمه عندي هنايا نصف كاس ديال السكر خاشن، وتقدروا هنايا ديروا السكر على حسب الذوق ديالكم دائما.
عندي 4 العلب ديال الياغورت يكون طبيعي، يعني ياغورت بدون سكر. درت هنايا 4 العلب. وهنا اللي بغى ينسم بالفاني راه تقدروا تضيفوا 1 ساشي الفاني اولا 2 ساشيات ديال الفاني كما تقدروا انكم تستغناو عليه. انا صراحه بعض المرات كنضيف الفاني، وفي هاد يعني في هاد الكيكه هذه اللي شاركتها معكم ما درتش الفاني، يعني استغنيت عليها. من بعد راه غادي ندير واحد الكاس عنبه ديال الحليب بودره، يعني كاس ديال النيدو. راه ديك الساشيه البنات اللي كتباع يعني كتباع في الحوانت اولا في السوبر ماركت راه فيها 65 غرام، يعني هذيك راه كتعبر كاس بالضبط. صافي غادي ناخذ هذا الخليط هذا وغادي نطحنه في الخلاط الكهربائي، ومن بعد ما غادي طيب ليا الكيكه وغادي نخرجها كما كتشوفوا البنات. راه كتجي كيكه اللي زوينه بزاف. غادي نفرغ مباشره فوقها ديك الكريمه هذيك اللي صايبنا، والفرن راه ما طفيناش عليه، يعني خليناه شاعل لان هاد الكريمه غادي ترجع للفرن طيب. ولكن في هذه المرحله الكريمه راه غادي طيب غير على الوجه ديالها، يعني النار غادي تكون على الوجه ديال الكريمه، النار اللي مهيله تكون على الوجه ديال الكريمه حتى كنديروا يعني الاصبع ديالنا فوق من الكريمه، ما كتلصقش لينا الكريمه في الصبع ديالنا، كنعرفوا بلي الكريمه راها واجده. ومن بعد راه كنخرجوها من الفرن. ودابا غادي نصايبوا الخلطه الثالثه اولا الطبقه الثالثه اللي غادي نضيفوها فوق ديك الكريمه. عندي 2 معالق كبار يكونوا عامرين ديال السكر خاشن. غادي ندير واحد الساشي ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نضيف 2 فلون ديال الشوكولاته، وغادي ندير كاس ونص ديال الماء. غادي نخلط المكونات كاملين بارد في بارد، ومن بعد غادي نضيفهم على نار اللي تكون متوسطه وانا مستمره في الخلط حتى كيوصلوا لدرجه الغليان. ضروري هذا الخليط هذا خاصو يغلى معكم البنات. وهنايا اللي كيفضل هنايا اللي كيفضل يعني النكهه ديال القهوه تكون يعني قويه، راه تقدروا تضيفوا حتى 2 ساشيات ديال القهوه سريعه الذوبان. انا هنايا اكتفيت بساشي واحد، وصراحه جا المذاق ديالها رائع. هنا كما شفتوا البنات في الاول ضفت كاس ديال الماء، ومن بعد زدت نص كاس ديال الماء، يعني كاس ونص ديال الماء في المجموع. صافي غادي نديرها على نار كما قلت لكم تكون متوسطه، وانا مستمره في الخلط حتى كيغلى لينا الخليط. هنا البنات من بعد ما غلى ليا الخليط ضروري انني نبقى كنبرد فيه شويه، يعني غير بالفوي كنبقى كنخلط فيه بهذه الطريقه هذه باش يعني كيدفى شويه هذا الخليط، ماشي كيبرد ولكن غير كيدفى شويه، لان كما كتعرفوا فيه فلو، وفلو راه دغيا كيجمد. ولا فرغته هو سخون بزاف من النار فوق الكريمه راه كتحفر لكم الكريمه وكيعني يشين الشكل تاعها. وضروري ضروري ومؤكد انكم بين تبغيو تفرغوا الطبقه الثالثه فوق الكريمه كما قلت لكم كتكونوا بردتوها واحد شويه صافي، وكتضيفوا واحد المعلقه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا في الفيديو، وكتفرغوا داك الخليط بشويه بشويه. راه البنات الا فرغتوه يعني دقه واحده بلا ما درتو هاد المعلقه وغير جيتو وفرغتو، يعني داك الخليط فرغتوه دقه واحده وفرغتوه في واحد البلاصه، راه كتحفر لكم الكريمه وراه يعني كيضيع الشكل ديالها وكيجي المنظر ديالها، يعني اللي كيجي المنظر ديالها ماشي زوين صراحه. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه، كنفرغ شويه بشويه ديك الطبقه. وهنايا ضروري انكم تكونوا حاطين يعني هاد الكيكه ديالكم تكونوا حطيتوها فوق شي طاوله اللي تكون يعني السطح ديالها يعني ما يكونش عوج، يكون السطح ديالها يعني مسقد هكا باش الكيكه ديالكم ما تجيكمش عوجه. ودائما انا صراحه هاد الكيك هادو ديال الطبقات عفوا هاد الكيك هذا ديال الطبقات دائما كنفضل انني نديرهم نهار قبل، كنخليهم يباتوا في الثلاجه ليله كامله، وفي الغد عاد كنستهلكهم. وهنا البنات من بعد ما خليتها يعني فوق بوطاجي حتى جمد ليا الفلون، وراني غطيتها درت لها السلوفان دخلتها الثلاجه ليله كامله. وفي الغد كما كتشوفوا زينتها بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا دائما التزيين كيبقى اختيار ديالكم، داكشي اللي متوفر عندكم في الدار كما تقدروا انكم تخلوها سامبل ما تزينوها بحتى شي حاجه. المهم هو المذاق ديالها كيجي زوين بزاف، كتجي رائعه في المذاق.
انا قطعت معكم واحد الطرف باش تشوفوا البنات كي كتجي، يعني كي كيبان كي كيجي الكيك ديالها كيجي معلك غزال، وديك الكريمه وديك الطبقه ديال القهوه والفلون، راه كتجي كيكه اللي رائعه وتحمر لكم وجهكم مع ضيافكم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم اخواتي، ما تنساونيش بالتعليق ديالكم الزوينه، وما تنساونيش باللايكات ديالكم. اللي اول مره يشوف القناه يدير لايك ويدير ابوني، يشترك في القناه فضلا وليس امرا. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وصفه جديده من قناه فاتير حو. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.